السلام عليكم حبايبي اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح الرضا، صباح الامل، صباح العمل. جبال البحر الاحمر، سلسله جبال البحر الاحمر. النهارده جبت لكم فيديو جديد. طبعا الجبال دي انا بعدي عليها، يعني كل ما اسافر بعدي على طريق الجبال دي زي ما انتوا عارفين. فقلت اقول لكم معلومه عن الجبال دي يا بنات. يعني بصوا، عندي كنوز مصريه مدفونه. يعني الجبال دي جبال البحر الأحمر، كنوز مصرية مدفونة. الجبال دي يا بنات بتمتد على مساحة حوالي 1000 متر، يعني شايفين. وسموها كمان سلسلة لأن هي بصوا زي سلسلة ورا بعض، يعني متشابكة كده، متشابكة مع بعضها. سلسلة جبال البحر الأحمر اللي هي بتبقى ايه؟ هي غرب البحر الأحمر يا بنات، ضمن الأرض السعودية وجبال الحجاز اللي هي ايه. جبال البحر الأحمر دي بقولكوا غرب البحر الأحمر، يعني غرب البحر الأحمر. بيقابلها برضو يعني من الناحية التانية اللي هي ايه، أرض السعودية اللي هي أرض واحدة طبعا، وجبال الحجاز. تمام. كمان عايزه اقول لكم على يعني سلاسل جبال البحر الاحمر دي يا بنات، اللي هي فيها اعلى شواهق جبليه. هقول لكم عليهم 3 جبال، جبل الشايب وحماطه وعلبه. ال3 دول اعلى شواهق جبليه في سلسله جبال البحر الاحمر. عايزه اقول لكم يا بنات ان الجبال دي بصوا، انا بسافر على الطريق ده على طول رايح جاي، بس شايفين جبال لونها احمر. الجبال بص، سحر سحر سحر، منظرها جميل. جبال كبيره وجبال صغيره وسلاسل يا بنات ورا بعضها، جبال جبال جبال. عشان كده سموها سلاسل جبال البحر الاحمر. تمام. زي ما قلت لكم ان الجبال دي بتمتد على مساحة تقريبا كده ما يعادل 1000 متر. 1000 متر. حاجة تانية برضو عايزة اقولها لكم يا بنات عن الجبال دي، اللي فيها طبعا مقاطع الرخام بألوانه بقى، السماقي واللازوردي والفستقي والابيض والكهرمان والزمرد كمان. وفيها زمرد، يعني شايفين كنز يا بنات، او فيها ذهب كمان. يعني فيها زمرد وفيها لازوردي وفيها اللي هو الرخام، رخام ولازوردي وزمرد، وفيها ذهب. عارفين يا بنات سلاسل جبال البحر الاحمر دي مليانه ذهب. ربنا يوعدنا يا رب كده بشويه ذهب، مش هقول كتير شويه ذهب بس كده مش بيهم حنا. اللهم امين يا رب، بوعدنا بشويه ذهب كده من الجبال دي. فبقول لكم الجبال ديت طبعا تاريخها معروف، وانتوا لو تعرفوا، او انا هقول لكم برضو ان الجبال دي مليانه ذهب. فيها رخام كمان، الرخام فيها لازوردي وفيها زمرد. الزمرد ده تقريبا بنات الزمرد الديابي ده اللي هو موجود في مصر، ما كانش موجود في اي مكان يعني الا زمان. يعني كان ما كانش موجود الا في مصر بس. تمام. كان في منطقة كده اسمها، اللهم صل على سيدنا محمد، بهنسة. كانت في البهنسة. لو حد يعرف في البهنسة ده في الصعيد يا بنات، الصعيد مصر، يعني صعيد مصر. انت عارفين السلاسل الجبال البحر الاحمر دي في صعيد مصر، اللي هي ايه، على ناحية كده البحر الاحمر، غرب البحر الاحمر. عايزة اكلمكم بقى عن السلاسل دي يا بنات. وشايفين عالية خالص، يعني شاهقة شاهقة زي ما انتم شايفينها كده، عالية خالص. سبحان الله. منظر سبحان الخالق يا بنات فعلا. الجبال ديت زي ما بقول ربنا اللي هي اوتادا، وجعلنا جبال اوتادا. يعني بصوا زي ما يكون الجبل ده فعلا وتد محطوط في الارض، يعني سند الارض علشان الارض يعني ما تشقلبش كده وتطير، لان مش قلبين. فتحسوا انه فعلا الجبال دي وتد فعلا، هي اللي ساندة الارض. تحسوا ان الجبال دي فعلا ربنا جعلها وخلقها. كل حاجة طبعا ليها سبب. الجبال دي تحسوا ان هي فعلا ساندة الارض. بس كنت عايزة اعمل لكم الفيديو ده عن السلاسل الجبال البحر الأحمر.
وانا بص، انا بالنسبه لي بعشق الجبال وبعشق الصحراء وبعشق البحر، وسبحان الله يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يمكن حقق له امنيتي دي، ان انا بشوف الجبال دي على طول في السفر وانا رايحه وانا جايه، والبحر كمان. ربنا قربني منهم، ربنا يا رب يقربني من كل حاجه بحبها، الحمد لله رب العالمين. وانتوا كمان ربنا يسعدكم ويقربكم من كل حاجه بتحبوها يا رب في الخير باذن الله. كان من ضمن الحاجات اللي بحبها هي بنات الجبال والصحراء والبحر الحمد لله ربنا ادهمني، الحمد لله رب العالمين. فانا بص، انا بحب المنظر ده خالص، يعني سلاسل جبال البحر الاحمر دي. دي بصوا، ده تاريخ يا بنات، تاريخ مصر ده. وبص ده كنز، كنز مصر الجبال دي، والله العظيم كنز، كنز فعلا. بصوا مليانة دهب، فيها من ضمن المنجم السكري هنا اللي هو بيستخرج الدهب ده من الجبال هنا في البحر الأحمر. منجم السكري طبعا معروف ومشهور، بيستخرج الدهب. زي ما قلت لكم ان الجبال دي مليانة دهب. فانا بدعي ربنا وعدني يا رب بجزء من الدهب ده اي حاجة انا راضية، جزء قليل تمام. فبقول لكم الجبال دي تحس ان هي منوره فعلا، تحس ان هي مليانه دهب. فيها كمان غير الدهب فيها رخام، فيها زمرد، زي ما بقول لكم دي كنز، كنز في مصر والله العظيم. دي كنوز مصر يا بنات، دي كنوز مصر الجبال دي. يعني سلاسل جبال البحر الاحمر فعلا زي ما قلت لكم ان هي بتمتد على مساحة حوالي 1000 متر. طب الجبال دي فين؟ في صعيد مصر. الجبال دي في صعيد مصر يا بنات، في صعيد مصر. شايفين؟ ده الجبال عالية جدا، بس انا بحاول انا مقربة لكم الكاميرا، يعني انا بقرب لكم لان بس هي منظرها شاهق فعلا. يعني منظر تحس وانت ماشية جنبها كده تحس ان انت نملة، سبحان الله. وسموها بقى سلاسل ليه؟ لان بصي هي بتمتد فعلا، يعني بتمتد كده زي السلسلة ورا بعض، سلسلة سلاسل. يعني بصي جبال كبيرة، تلاقي جبال كبيرة وجبال صغيرة، وسبحان الله، وسلسلة يعني سلسلة تحس ان هي ملهاش نهاية، تحس كده ان هي سلسلة ملهاش نهاية. طبعا حبيت اصور لكم البحر طبعا معانا واحنا ماشيين، لان هي على البحر، الجبال دي على البحر يا بنات. ليه اللي ما يعرفش يعني؟ بص هي، ما هي سلاسل جبال البحر الاحمر، ده البحر الاحمر، بس هو مش لونه مش احمر ولا حاجه هو ده البحر الاحمر يا بنات، وهي دي، هو ده البحر اهو. وغرب البحر الاحمر بقى، غربي البحر الاحمر، هتلاقي السلاسل دي، سلاسل جبال البحر الاحمر، اسمها كده سلاسل جبال البحر الاحمر. شايفين البحر بقى، البحر وجماله البحر ممتع. بصوا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. منظر البحر ينسيك هموم الدنيا كلها، منظر البحر روعة روعة روعة، يعني بينسيك الهم. وبصي ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفة ده حتى عينك مش هتجيب اخره، بتبصي على البحر كده بلونه الازرق الجميل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. متعة متعة والله العظيم، قمة المتعة يا بنات، قمة المتعة. بصي انتوا تشوفوا المنظر ده قدامك والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا حبيت اجيب لكم معلومه كده يا بنات. اللهم فدنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا، بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. يعني بصوا انا الحمد لله بحب انزل لكم كل حاجه كده، بحس ان هي معلومه مفيده، احس ان هي في حاجه هتفيدكم. طب احنا هنستفاد ايه مثلا من كده هتستفادوا تعرفوا ايه هي سلاسل جبال البحر الاحمر، للناس اللي هي بتحب يبقى عندها معلومات كده عن مصر وعن حاجات الموجوده في مصر وعن كنوز مصر وعن الجبال دي مليانه ذهب. ناس كتير بتعرفش ان الجبال دي مليانه ذهب، جبال البحر الاحمر ديتي مليانه ذهب. في منجم هنا، منجم السكري اللي هو بيطلع الذهب من الاماكن دي. كده الفيديو معانا يا بنات، يا رب الفيديو عجبكم. متنسونوش في اللايك وسبسكرايب القناه لو انت اول مره تشوفيني. انزلي تحت واضغطي على الزر الاشتراك اللي هو باللون احمر، واعملي شير عشان الكل يستفاد. الكل يستفاد يا بنات من الفيديو ده هو، يعني فيديو فعلا فيه معلومه، يا رب تكونوا استفدتوا منها. حبيت اوريكم منظر جبال البحر كده وانا مسافره، صورت لكم المنظر ده وانا مسافره.
الجبال دي في الصعيد، في صعيد مصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب يا بنات تكونوا كده استفدتوا معلومة من سلاسل جبال البحر الأحمر دي. زي ما قلت لكم هي بمسافة كبيرة، يعني احنا بنمشي حوالي 500 متر منها، او يعني 300 متر مثلا 400 متر. هي مساحتها كلها حوالي 1000 متر. زي ما قلت لكم برضو الجبال دي فيها جبال كبيرة وفيها جبال صغيرة. يا رب الفيديو تكونوا استفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك يا بنات، ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب القناه لو انت اول مره تشوفيني. انزلي تحت اضغطي على كلمه اشتراك اللي بلون احمر، فعلى زر الجرس واختاري الكل عشان كل ما اعمل فيديو يوصلكوا. اصحابي واخواتي وحبايبي اللي معايا من زمان بقول لكم كلكم فوق دماغي، فوق دماغي من فوق.